السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مع بعض صينية الكنافة بالمانجا. من اجمل والذ وصفات الكنافة اللي ممكن تعمليها هي الكنافة بالمانجا. محتاجة تريكات كده وخطوات بسيطة عشان تطلع معاكي صينية كنافة بالمانجا كل اللي يدوقها هيشكرك عليها بجد، احلى مليون مرة من اللي بتشتريها من بره. هقولك في الفيديو بتاع النهاردة ازاي تطلعي صينية كنافة بالمانجا بالجمال اللي انت شايفاه ده، وازاي يكون طعمها كمان احلى من شكلها. تابعيني في الفيديو لحد النهاية عشان تعرفي كل اسرار الكنافة بالمانجا. واول حاجة معانا، انا اختصرت معاكم الفيديو عشان ما يكونش طويل. هنا خدت الكنافة وفرمتها ناعم بالشكل ده، وبعدين ضفت عليها شوية من السمنة البلدي او الموجودة عندك، وغلفتها كلها كده بالسمنة تمام، وفردتها في صينية كبيرة ودخلتها الفرن على الشبكة في الرف اللي في الوسط على درجة حرارة من 180 ل 200 حسب الفرن بتاعك. وبتقلبيها كل شوية كده، بتاخدي بالك منها عشان تطلع معاكي بلون ذهبي موحد بالشكل اللي انت شايفاه ده. اسهل بكتير من تحميرها على البوتاجاز علشان ما بيطلعش لونها واحد، وفي نفس الوقت بتاخد منك كمية سمنة كبيرة، فالطريقة دي افضل بكتير. كمان معايا هنا سيرب تقيل اللي هو سيرب الكنافة. بيكون عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية من المية، بنرفعهم كده على النار. اول ما بيغلي بنضيف عليه نص ليمونة ومعلقة عسل جلوكوز، وبنسيبه كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنسيبه يبرد. ما ضفتش عليها كتير عشان بعد كده ما يكونش سكرها معانا زيادة. وقلبتها كده كويس جدا وسبتها على جنب. وهنا بقى كنت بدأت أجهز في الطبقة التانية. في بولة كده نزلت بكوباية كبيرة من الكريم شانتيه الغير محلى، ونزلت عليهم ب3 معالق من السكر البودر. وبعد كده معايا نص كوباية او كوباية يعني صغيرة من عصير المانجا، بس هي بنص نص مقدار الكوباية اللي شغالة بيها. ومعايا هنا كمان كوباية من المية المتلجة، هنزل بيها كده بالتدريج، مش هننزل بيها مرة واحدة علشان نشوف قوام الكريمة معانا لحد ما تاخد القوام اللي احنا محتاجينه. وممكن تستبدلي المية بالحليب المثلج لو حابة ان انتي تستخدمي فيها حليب. وهنخفق بقى الخليط كويس جدا كده بالمضرب الكهربائي، يعني حوالي 5 دقايق لحد ما يبقى عندك كريمة كده متماسكة كويس جدا. عايزة اقول لكم اضافة عصير المانجا ده معاهم بيدي للكريمة يعني طعم حلو جدا. بما اننا بقى بنعمل كده الوصفة بالمانجا، هنا خفقتها كويس جدا لحد ما بقيت معايا بالقوام ده. هنبدأ بقى نشتغل في الصينية بتاعتنا او صينية الكنافة بتاعتنا. جبت الطاجن كده اللي هشتغل فيه، وهنبدأ ننزل بالكنافة، وهنبدأ بقى نظبطها كده في الطاجن بتاعنا كويس جدا ونوزعها علشان تبقى معانا الطبقة اللي تحت كلها متساوية. هنبدأ ننزل بالكمية حسب الطاجن او الصينية اللي هتشتغلي فيها، وهنبدأ بقى ان احنا نضغط عليها تمام كويس جدا عشان كلها تطلع يعني نفس الارتفاع بالظبط، وكمان تضغطيها تمام عشان بعد كده تبقى معاكي متماسكة. هنبدأ بقى او هفضل اضغط عليها كويس باي حاجة كده، وتبدأي ان انت تضغطيها تمام كويس جدا بالشكل ده. تمام، بعد ما ظبطتها هنبدأ بقى ناخد الطبقة التانية، هننزل كده بطبقة الكريمة. كنت هنا بوريكم بس الطبقة الاولى معانا شكلها ايه في الصينية بتاعتنا. بعد كده جبت الكريمة وهنبدأ بقى ان احنا ننزل بيها او نوزعها على وش الكنافة بتاعتنا. هننزل بكمية كده مناسبة، وهنبدأ بالراحة كده بسباتيولا، ونبدأ ان احنا نوزعها تمام على الكنافة بتاعتنا. طبعا في الوقت اللي انا بشتغل فيه عشان الجو لسه حر وانا بظبط طبقة الكنافة دخلت الكريمة التلاجة. حاولي بقى عشان ما تسحش معاكي وتفضل واخده القوام بتاعها، فبتدخليها التلاجة على ما تبدأي تشتغلي بيها تلاقيها متماسكة زي ما هي. هنبدأ نوزع الطبقة دي برضو تمام كويس جدا ونظبطها بحرص عشان برضو ما تاخدش كده من الكنافة من تحت، وتقدري تظبطيها او تسويها تمام. طبعا بعد ما بخلصها او بفردها كويس جدا على الوش، بنحاول نسويها على قد ما نقدر بالشكل ده عشان تبقى الطبقة معانا برضو مظبوطة. هنا كنت مجهزة بقى معايا مانجا مقطعاها كده لمكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي مانجا نعومي، هي بيكون فيها لحم كتير شوية، وبيكون لونها حلو وطعمها برضو حلو جدا كده مع الحلويات. هنبدأ ان احنا نوزعها بقى على وش الصينية لحد ما نغطي معانا الصينية، وتبقى دي الطبقة الثالثة بتاعتنا. هنظبطها ونوزعها بالشكل ده.
اخر خطوة معانا بقى، ودي خطوة مهمة جدا هتحافظ لك على المانجا بتاعتك حتى لو الكنافة فضلت عندك اكتر يعني كذا يوم او فترة كده في التلاجة، تفضل بتلمع وكأنها لسه طازة وطعمها حلو جدا. جبت هنا معلقتين كبار من جيلي المانجا، ونزلت عليهم بشوية كده من المية المغلية ودوبتهم تمام وسبتهم يبردوا على جنب. وهنبدأ نلمع بيها وش المانجا بتاعتنا، وكمان وانتي بتلمعي كده نزلي من الجيلي كده، خدي شوية في الفرشة ونزليهم. عايزة اقولك بقى بتدي لمعة وطعم حلو جدا للمانجا، وفي نفس الوقت بتمسك طبقة المانجا كده على الوش عشان لما نيجي نقطعها بعد كده بتكون متماسكة. هنا خلصتها وظبطتها بالشكل ده، حطيت كده كام وحدية من الكريز على الوش عشان يكسروا بس اللون. وبعد كده هندخلها التلاجة، بتخليها التلاجة بقى تسيبيها حوالي 3 أو 4 ساعات كده على الأقل، عشان الجيلي اللي حطيناه على الوش يمسك والطبقات كده تتماسك وبتبقى حلوة بعد كده. كمان تقدري تعمليها بالطريقة دي لو مش حابة تعمليها في صينية. حبيت اوريكي كده عملت هنا الكاس ده، تقدري تعمليه بنفس الطريقة بالظبط. وعايزة اقولك برضو بيبقى تحفة وحلو جدا في التقديم كده، ولو عندك ضيوف بيبقى جميل جدا وسهل كده ان انت تطلعي لاي حد الكاس بتاعه. دي طريقة تانية كده لتقديم الكنافة بالمانجا، حبيت برضو اوريها لكم. ودلوقتي بعد ما سبت بقى الكنافة بتاعتنا كده في التلاجة، بصراحة انا ما طولتش عليها في التلاجة، يعني سبتها حوالي ساعة او ساعة ونص. هي كانت محتاجة وقت اكتر من كده عشان الجيلي يتماسك كويس، هو كان لسه في الوقت ده ما تماسكش معايا كويس، بس طبعا كنت مستعجلة عشان التصوير فحبيت يعني اوريها لكم. بس عايزة اقول لكم برضو كانت حلوة جدا، بس كانت محتاجة ان الجيلي يتماسك شوية. شايفين بقى الطبقات بتاعتنا وشكل الكنافة بالمانجا؟ عايزة اقول لكم بجد حاجة كده تفتح النفس، طعمها حلو جدا. السكر بتاعها مظبوط عشان ما زودناش برضو الشربات بتاع الكنافة، والسكر في الكريم شانتيه كنا ظابطينه. فعايزة اقول لكم طعمها بجد خطير. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ومتنسيش لايك واشتراك، ومع السلامة.